هرم أناس من الوقفات المهمة جدا جدا في سقارة، وطبعا بيتعلق بما يخص نصوص الأهرامات وبداية ظهور نصوص داخل الأهرامات. ما قبل أناس كان الكومبلكس بيراميد، مجموعة الهرمية مبنية فيها فالي تمبل، فيها كوزواي، فيها مورتشوري تمبل، أو أنا بحب أسميه أكتر معبد طقسي مش جنائزي، وبعد كده الهرم. فاحنا عندنا مجموعة هرمية قد تكون كان بيتعمل في الفالي تمبل موميفيكيشن، قد يكون بيتعمل في المعبد الجنائزي فوق او الطقسي بيتعمل فيه البرير قبل دفن الملك ممكن. ولكن في مصر القديمة للمجموعة الهرمية مسميات في اللغة، فمن خلال مسمياتنا للغة المصرية القديمة نقدر نفك جزء من غموض موضوع الأهرامات والكومبلكس بيراميد. عندنا في مصر القديمة الكوزواي الطريق الصاعد، اسمه وات متر الطريق المقدس. عندنا في مصر القديمة الهرم اسمه مر. عندنا في مصر القديمة الفالي تمبل المعبد الوادي اسمه بر جت، بيت الأبدية. وعندنا المعبد الجنائزي أو الطقسي اللي فوق اسمه بر نحح، معناها بيت الأبدية برضو. طب ايه الفرق ما بين جت ونحح اللي هما معناهم أبدية في اللغة المصرية القديمة؟ جت معناها أبدية، ولكن أبدية في الأرض للفيزيكال وورلد، ونحح الأبدية للروح في السماء. والمخصص بتاع الاتنين في اللغة مهم جدا ومختلف. نحح المخصص بتاعها شمس في العالم السماوي، وجت المخصص بتاعها أرض في العالم الأرضي، فهو بيت الأبدية في الأرض وبيت الأبدية في الإيه؟ في السماء. أبدية للجسد وأبدية للروح. وفي نفس الوقت اسمه بركا، المعبد اللي تحت بركا بيت النفس الكا، واللي فوق اسمه بربا بيت الروح. وعندنا مر، وفي الكومبلكس دي بتوصلنا الى كلمة اسمها مركبة. مركبة او المركبة. لما نقول كلمة مركبة للناس الاجانب هم فاميليار قوي بالاسم ده، عارفين يعني ايه مركبة. المركبة هو نوع من انواع الطقوس الدينية religious ceremony، بيها بيوصل الانسان لحالة بنسميها astral projection